السلام عليكم. بدون مقدمات كتير هنخش في فيديو النهارده على طول. جايبين مصنع بيصنع عبوات المشروبات السريعه زي الكوفي ميكس وشاي العروسه والنسكافيه والتلاتة في واحد وحاجات مشهوره جدا تحت بير السلم. ومع الاسف مش مصنع صغير، لا ده مصنع كبير وفي خط انتاج. العبوات اللي ماسكينها اساسا لسه هتتعبى كميه كبيره جدا. يعني في ظل غلاء الاسعار ده كل واحد بيفكر ازاي يكسب من خلال الازمه دي. كل واحد ازاي ان هو يعمل فلوسه بس. مش مهم بقى مصلحة الناس، مصلحة ده، لا. كل واحد بيفكر في مصلحته بس. المصنع اللي جايبينه زي ما قلت قبل كده انا مصنع كبير وشغال من زمان. طب والمنتجات اللي اتباعت قبل كده راحت فين؟ واحنا بقالنا قد ايه بنشرب من الحاجات دي؟ والمشكله ده بيعبيها ايه؟ بيعبيها بودره بلاط واسمنت ابيض. المفروض يتم ملاحقه المنتجات دي ويتم اعدامها بالكامل. يعني في ظل أزمة غلاء الأسعار أنت بتجيب الحاجة غالية وكمان مش مضمونة. والمشكلة المشروبات دي بيشربها الصغير قبل الكبير، بيشربها ناس مسنين، بيشربها الناس عيانين أساسا. الناس أساسا مناعتها ما عادتش مستحملة خالص. احنا الشتاء بيجي بنلاقي الدكاترة طوابير عليهم، اللي عنده برد واللي عنده سخونية. الناس أساسا المناعة بتاعتها تعبانة لوحدها. وده المصنع اللي اتمسك. طب واللي شغال قبل كده واللي شغال دلوقتي حاليا واحنا بنتكلم، الناس اللي شغاله دلوقتي وما اتمسكوش، وده فرع من المنتجات. وغير بقى المنتجات التانية الله اعلم بيها. وماسكين مصنع مخلل كمان، يعني حتى المخللات جايبين المصنع بيعمل تحت الارض وفي حشرات بشهادة الناس اللي مصورة الفيديو نفسه. المفروض يتم محاسبة ومعاقبة الناس دي بعقاب رادع أمام الكل، يخوف الناس التانية اللي شغالة وما عندهاش ضمير خالص. الواحد بقى يخاف يشتري أي حاجة. ويا ريت كل واحد يتأكد من أي حاجة قبل ما يشتريها، يتأكد من تقفيل المنتج كويس، يتأكد إن الحاجة ديت الصلاحية بتاعتها شغالة. ويا ريت الحاجات اللي زي المخللات ديت لو ينفع نعملها في البيت يكون أفضل. أي حاجة ينفع تعملها في البيت استغنى عن الشراء خالص اليومين دول، لأن الناس مش عارفين ضميرها راح فين. فالواحد مش عارف يقول ايه الصراحة. فحاول تشارك الفيديو ده على قد ما تقدر، ويا ريت تعمل لايك للفيديو عشان يظهر لناس اكتر. ويا ريت ما تنساش تكتب لنا تعليق تحت الفيديو. وفي الختام سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. سلام.